السلام عليكم. موضوع اليوم سنتحدث فيه عن الوجه الجميل للحياة. الوجه الجميل للحياة يتعلق بتجاربنا وأفكارنا الإيجابية حولها، فيما يلي بعض الجوانب التي يمكن أن تعتبر جميلة في الحياة. أولا، الصحة والعافية، أن يكون لدينا صحة جيدة وقدرة على الاستمتاع بالحياة، بما في ذلك القيام بالأنشطة المحببة أو المحببة لنا وتحقيق أهدافنا. ثانيا، العلاقات القوية، الحصول على دعم العائلة والأصدقاء والشركاء الذين يقدروننا ويحبوننا ويساعدوننا على التطور والنمو كأفراد. ثالثا، الحب والمودة، أن نكون قادرين على تجربة الحب وتقديمه للآخرين واستلامه منهم، سواء كان ذلك في العلاقات الرومانسية أو العلاقات الأخرى التي تجمعنا بأصدقائنا وأحبتنا وعائلتنا. رابعا، النمو الشخصي، القدرة على تطوير أنفسنا وتحقيق إمكاناتنا الكاملة واكتشاف مهارات جديدة واكتساب معرفة وخبرة في مجالات مختلفة. خامسا، السعادة والرضا، أن نكون قادرين على الشعور بالسعادة الداخلية والرضا عن الحياة وما نملكه، وأن نتقبل الأشياء كما هي ونعيش لحظة الحاضر بشكل كامل. سادسا، الإلهام والإبداع، القدرة على التعبير عن أنفسنا وتطوير مواهبنا واكتشاف شغفنا، سواء كان ذلك من خلال الفن أو الكتابة أو أي نشاط آخر يثير إبداعنا. سابعا، الطبيعة والجمال، الاستمتاع بجمال الطبيعة والبيئة المحيطة بنا والتواصل معها والاستفادة من فوائدها الروحية والصحية. ثامنا، المغامرة والتجارب الجديدة، استكشاف عالم جديد وخوض تحديات ومغامرات تساعدنا على التعلم والنمو وتثير شغفنا وفضولنا. تاسعا، العطاء والمساعدة، القدرة على مساعدة الآخرين وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم وتقديم العطاء والمساعدة بدون مقابل. عاشرا، السلام الداخلي، الحصول على التوازن الداخلي والسلام النفسي، وأن نعيش في حالة هدوء وتفاؤل رغم التحديات التي قد تواجهنا. هذه بعض الجوانب التي قد تعتبر جميلة في الحياة، وتذكر أن الجمال يكمن في النظرة الإيجابية التي نلقيها على الحياة وكيفية تقديرنا للأشياء الصغيرة واللحظات الجميلة التي تملأ حياتنا اليومية.